السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وجه من الخياري. اليوم بغيت ندير لكم هذا الفيديو هذا اللي ديال اسرار نجاح كريمه الزبده السويسريه. معكم بزاف الاخوات اللي كيتواصلوا معايا وتيقولوا لي راه ما كتصدقش، كتلق لينا الماء ملي كنبداو نضربوها كما لاحظتوا هنايا في الصوره. فهذا فيديو بعجاله كما كتشوفوا هنا كيتبان لكم الزبده تحببات من بعد ما كنزيدوها على الميرانغ وكتولي طالقه بحال الحليب بحال ما كما كتشوفوا، وكتحبب. بزاف الاخوات تقول لي راه خسرت لينا ورميناها. لا، راه ما خسراتش، راه طبيعي يطرى ليها بحال هكا مع لو شوك ديال البروده، لان البيض كيكون دافي. كنعرفوا حنا كنديروه على الباماغي حتى كيذوب السكر وكيتعقم لينا بيض البيض. عاده كنديروه يضرب لينا مزيان، عاده كنزيدوا ديك الزبده واخا كتكون برا الثلاجه زعما في لا تمبيراتور امبيونت، الا كان الحال بارد كتبقى شاده لينا البروده ديال الجو. ملي كنزيدوها فهكا كيطرى ليها. فعادي جدا، ما تخافوش البنات، ما تدهشوش، خليوها تجرب معاكم. هي غتاخد معكم وقت، ولكن بشويه بشويه راه غادي تزيد ترجع. بالنسبه اللي عنده السشوار فيدير السشوار سخون ويضربها من التحت ديال لوبول، يشعل الششوار ويضرب من التحت ديال لوبول باش توصلوا هذيك السخونيه، توصل الزبده يعني بسرعه غادي ترجع تجمع. كذلك واخا ما كاينش السشوار راه غير خليوها غطيوها يعني بواحد السلوفان باش ما تبقاش تطير لكم، لان تيبدا يطير هذوك القطرات ديال الماء ولا ديال الحليب. فخليوها هانتوما كتشوفوا هنايا راها بدات كتجمع. كنحبسوا مره كنهبطوا هذوك الجوانب ديال الزبده اللي كتطلع وداك الميرانغ اللي ما وصلوش للفوي، وتنردوها تاني تضرب على سرعه تكون مجهده. الا لاحظتوها هي بدات كتجمع، فانا هنايا وقفت عاوتاني نجمع الجوانب ونخليها. خاصكم تعطيوها بين 10 حتى ل 12 دقيقه ديال التضراب. الاخوات اللي تيقولوا لي يعني خدمت هاد لا كريمه بور ميرانغ سويس وبقات ليا مذاق الزبده مجهده، راه خاصك اختي تدربيها مزيان. راه من اسرار نجاح كريمه الزبده معاكم خاصها تدرب مزيان حتى كترجع بيضه. واللي بغاها تكون بيضه ما تبقاش صفراء يعطيها تضرب مزيان. ما حد كي كتضربيها مزيان وهي كتهوى كتولي واحد القوام عندها يعني خفيف وكتولي بيضه. حد كي كضربيها الجهد ديال الزبده ما تيبقاش حتى يمشي. فهذا هو السبب باش غادي تجيكم كريمه الزبده زوينه. وطبيعه الحال راه ضروري تنسموها، راه ما يمكنش حنا غناكلوا كريمه الزبده بلا ما تنسم. فملي كتضرب مزيان تطلع كتولي مزيانه راه تنقسموها. ويمكن ليكم الجميل في كريمه الزبده السويسريه انكم يمكن لكم تنسموها بلا بات ا بيستاش، بخليني ديال اللوز، بخليني ديال النوازيت، كما يمكن لكم ديروا تذوبوا الشوكولا بلون وتزيدوه ليها، تذوبوا الشوكولا نوار، الشوكولا اولي كذلك. هاد الانواع ديال الشوكولا 3 شوكولا كلهم انايا فايته مجرباهم مخلطاهم على كريم بور تيجي غزال، يعني بحال بغيتو ديروا كريم 3 شوكولا. كما يمكن لكم تزيدوا ليها الكولور ديال لي فخوي روج او الفريز، يعني هاد لا كريم بور كتمشى مع جميع الاذواق. فغير جربوها. راه بالنسبه ل 500 غرام ديال الزبده كندير 5 بياض بيض وكندير غير 80 غرام فقط ديال الزبده. يعني لانه كنزيدوا البراليني، كنزيدوا بزاف د الحوايج كغاميل نوغاتين اللي اصلا فيه الحلاوه. فانا عوض 120 غرام كنكتفي فقط غير ب 80 غرام ديال السكر. كندير بياض البيض مع رشه الملح مع ديك 80 غرام ديال السكر، فوق من الباماغي الكاسرونه اللي فيها الماء ما تكونش كثير فيها الماء ما يوصلش ليها. تنبقاو نحركوا غير بواحد الفوي ديال اليد حتى كيذوب لنا السكر وكيتعقم لنا البيض. ملي كنديروا صبعنا ما كنبقاوش نحسوا بالسكر وكنحسوا بالابيض البيض سخن تماما، يعني وصل 60 70 درجه ديال الحراره. كنمشيو ديريكتومون نديو العجانه او الضرب الكهربائي على سرعه مجهده حتى كيطلع لنا المراق. تنزيدوا ملعقه صغيره من البودر ديال الفاني باش كنسمو نحيدو الزفره ديال البيض وكذلك الزفره ديال الزبده. تنزيدوا طروفه ديال الزبده ديك 500 غرام اللي تكون بحراره المطبخ، كنمعكوها بين يدينا ونزيدوها. وإلا طرا لكم بحال هكا اللي شفتوا في الفيديو عادي خليوها واحد 10 12 دقيقه مع يعني مره كتجمعوا الجوانب حتى كتوجد لكم
كريمه الزبده كتضرب مزيان وتهوى، كنحيدوها كنقسموها كنسموها باش ما بغينا، سواء شوكولا كحله سواء يعني بالبخاليني، عندكم الاختيار. الا كنتو بغيتو تغلفوا بها الكيك على برا فكتزيدوا ليها 140 غرام من الشوكولا ممتازه بيضه اللي كندوبوا من قبل ونخليوها تولي بحراره المطبخ، يعني ما تبقاش سخونه. كنزيدوا على كريمه الزبده السويسريه، تنخلطوا مزيان، نزيدوا نكهات الكوك ولا نكهات الفاني باش كنزيدوا نخرجوا المذاق وصافي، وكنغلفوا بها الكيك ديالنا. تيجي غزال، تيجي زوين وما فيش نكهه الزبده نهائيا. بالنسبه لهاد الكميه اللي عطيتكم ديال الزبده 500 غرام مع 5 بياض البيض مع 80 غرام ديال السكر، فيمكن لكم يعني تغلفوا بها تحشيوها، الا نستمتعوا بالبخاليني او المذاقات اللي بغيتو. كتكفي الحشو ديال الكيك 17 سنتيم، الا كان عالي يقدر يكفيكم حتى في 18 سنتيم على حسب شحال كديروا وقداش الكيك بغيتوه. والا بغيتو تغلفوا به فهاد الكميه كافيه باش تغلف لكم، قياسها هو ديال 18 سنتيم، كافيه للتغليف فقط. كما قلت لكم يمكن لكم ديروا معها شوكولا بيضاء في التغليف، او ديروا حتى الشوكولا اولي الا كنتو بغيتو ديروا كاناش على برا، يعني تكون تغليف على برا بني او لا يعني اسود، فكتزيدوا معاها شوكولا سوداء وكتزيدوا ملون اسود. فهذا كان الدرس اليوم، نتمنى الفيديو ديال اليوم من الاعجابكم. ما تنساونيش من اللايكات والبارطاج. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.